99% ما يكونش معاك فلوس. سي او مش شرط يكون بيعمل كل ده. ببيع على حسي انا. يعني انت لما بدات انجلش كابسولز ما كانش لسه عندك اي خبره اداريه. لا، عندك 3 حلول. انت بتقدم فاليو ايه؟ بس مصر من اصعب البلاد اللي تعرف تكمل في البيزنس. مشاكل رهيبه بقى. شايف ايه اكبر مشاكل اللي بتبقى عند السي او؟ دلوقتي ما تعرفش تعيش من غير الناس اللي حواليك. اهلا بيك يا عبد الله، ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ منور البودكاست. يعني بنورك والله. تعال نتكلم. البرتشيزنج والسيلز والحاجات دي كلها هي مهارات تفاوض واقناع في الاول وفي الاخر. والحاجات دي من اهم الحاجات اللي السي او المفروض يكون عنده. هو بيقنع اصلا الناس بيه ان هم يشتغلوا معاه في الاول. هو اي سي او 99% ما يكونش معاه فلوس في الاول الكتيره اللي يغري بيها عين الناس كلها، فيقدر يوظف كفاءات ويقدر يبيع منتجاته والحاجات دي كلها. فلازم يكون معاه مهاره، المهاره دي تخلي الناس تثق فيه، تديله كاش يكملوا معاه، يشتغلوا معاه. مش هقول ده ببلاش، لا، يشتغلوا معاه في مقابل هيديهم خبره بقى، وعدهم بشيء في المستقبل. فمهاره الاقناع والتفاوض والبيع ان لم تكن في السي او في المدير التنفيذي او في الشخص اللي بيدير او بدا الفكره البيزنس، فالبيزنس ده ما اعتقدش انه هيكمل. ما اعتقدش هنا ان هو هيكبر، ان هو هيبدا اصلا ان هو يكمل على خير وعلى كبر من غير اي جروث. بس هو يعني من اللي انا اعرفه واتعلمته اصلا منك ان السي او مش شرط يكون بيعمل كل ده. لا بص، كنت لسه قاعد مع سي او تقيل، شركه كبيره جدا ما شاء الله، ده حاجه كده كبيره قوي، بتمانج اسيتس، اصول 19000 متر، مول كبير كده. فشركه فوق ال 100 مليون مثلا كقيمه. فبيقول لي انا لغايه دلوقتي ببيع على حسي انا. فعاوز اتحول من شخص الشركه كلها قائمه على علاقاته لشركه قائمه بذاتها. ده حاجه تانية ممكن نتكلم فيها بعدين. لكن انا بقول لك اهو، السي او مش لازم يعمل كل الحاجات دي كلها هو اللي يروح، بس هو لازم يبدا ويكون عنده المهارات دي عشان يعرف اصلا يعرف يقنع الناس دي كلها، يخش في بيج ديلز يا سيدي. يعني السي او يا جماعه مش هيعمل داي تو داي اكشن، لكن لو استدعناه او هو شغال على ديل كبير فور اكزامبل، والديل ده شغال عليه وفي ميتنج بعد شهر مفاوضات، مش لازم يخش في المفاوضات دي يعرف يقنع، يجيب، يرخي، يشد شويه الحاجات دي كلها. فلا، ده اساسي. بس هو مش دوره ان هو يكون بيعمل ده في الشركه دلوقتي، هو جايب ناس بتعمل ده. تو داي اوبريشن، لا. فاكر لما قلنا مع بعض 20/80؟ مظبوط. انا عاوز اخلي الراجل ده 20% من وقته شغال في الشركه داخليا كداي تو داي اوبريشن، بس 20% بس. 80% هو شغال استراتيجي. واستراتيجي هنا الكلمه دي مطاطه شويه. يعني ايه استراتيجي اصلا؟ استراتيجي انا قاعد واحد بحلل كل الاوضاع اللي حواليا، قاعد بسم الله الرحمن الرحيم، انا بص بغذي فيك كده زي الناس اللي اسمهم ايه، الديزاينرز، بيعملوا حاجه اسمها تغذيه بصريه. مظبوط. هو السي او قاعد بيقرا الاخبار، ممكن بيفر تويتر، بيفر فيسبوك عادي خالص، قاعد دلوقتي حاليا قاعد شغال على فكره. ممكن في ايفنت بيتكلم مع ناس، في ميتينجز، في خروجه، في اي حاجه تقدر تديله نبض السوق ماشي ازاي. ده نوع من الاستراتيجي. واحد انا بحلل الدنيا ماشيه ازاي. ثانيا هو قاعد بيفكر R&D، المنتج ده احنا ممكن نعمل ايه، نستغل المكان ده ازاي، نعمل علاقه مع الشخص ده ازاي، مع الكيان ده ازاي، اقدر استفاد ايه وافيد ازاي، والحاجات دي كلها بحيث ان اقدر اعمل ايه، ايكو سيستم حواليا. فهو قاعد 30% بيستراتيجايز، بيحط بلانز، بيطلع بافكار جديده، يبدا يقعد مع التيم بتاعي، يحمس، مسؤول عن الكالتشر. فهو قاعد 20% داخليا و80% خارجيا، بص على الصوره الكبيره، بيخطط للصوره الكبيره بطريقه كويسه ومنظمه. عبد الله، انا اعرفك بقالي فتره كويسه، يعني ممكن نقول كبيره قوي. بس كل ما بتكلم معاك بكتشف ان انا لسه ما اعرفكش. لا خالص. فانا محتاجك تعرفني بنفسك. انا اسمي عبد الله عامر، فاوندر اند سي او في كابسولز جروب. كابسولز جروب دي مجموعه شركات في تعليم اللغات والتدريب في اللغات، يعني ان جنرال. اشهرهم انجلش كابسولز، عندنا كابسولز لاريا، ميكافيلي، شيلر، انجليزي، اسباني، الماني، ايطالي. وعندنا CTA كمان، كابسولز تريننج اكاديمي. وفاوندر الاي ام سي اكزيكتيف ماستري كامب، ده برضو كامب وكوميونتي خاص بالسي اوز اند سي ليفل، يعني مانجيريال ليفل تريننج في ال ليدرشيب مانجمنت كونسلتيشنز. بس. اوكي، احكي لي طيب عن تعليمك. انت اتخرجت منين؟ انا في اصلا ازهري. اوكي. طول عمري ازهري.
وفي الجامعه دخلت جامعه الازهر برضو لغه ترجمه فوريه. مم. ولكن الحمد لله ربنا وفقني وحصلت على منحه تعليميه في امريكا في 2011، فقعدت درست هناك في جامعه. ولما رجعت بدات اشتغل في مجال التدريب منذ نومة اصابعي زي ما بيقولوا يعني. وبعد كده بقى دخلت حاجات كتير بصراحه، يعني مش هقول لك عملت كارير شيفتنج، بس وانا في مجال التدريب فياتا شويه مش عارف اروح بابليك، مش هزار والله، بابليك اوكي. ريليشنز شويه مش عارف اشتغل في ايه الحاجات دي كلها. بعد كده دخلت خدت كورسات في كامبريدج في التي او تيز والحاجات دي. كامبريدج مش كامبريدج الشارع اللي ورانا ده. خدت كورس كتير جدا في الليدرشيب، في المنتورشيب، في الكوتشنج. خلصت الحمد لله MBA بتاعتي في الاستراتيجيك مانجمنت، شاء الله. والدي بي اي كمان في الاستراتيجيك مانجمنت، تخلص يعني ان شاء ان الله. شاء الله دكتور عبد الله، ان 6 شاء شهور ولا الله. حاجه يا رب. طيب انت اول شغلانه اشتغلتها كنت في الجامعه ولا قبل الجامعه ولا ايه؟ لا كنت لسه في الجامعه. انت المنحه اصلا اللي خدتها دي اللي وانا انت في سافرت، الجامعه كنت في سنه كام؟ كنت بخلص تانية ورايح تالتة. والمنحه دي انت لما بتسافر بتاجل لك اصلا الدراسه هنا ولا بتعمل ايه، فريز ولا ايه؟ باكل يعني بصوره او باخرى ما بحضرش السنه، او بنزل السنه، او ما بخشش امتحانات السنه دي يعني. واول ما اشتغلت في مجال الترجمه ولا ابتديت تدريب. تدريب؟ انا مجالي يعتبر نيتش شويه، امم. ترجمه فوريه حاجه، بس انا يعني كان كله على بعضه اصلا سبحان الله تاهيل ليا ان انا اخش مجال التدريب. ليه؟ مجال التدريب ده هو مجال جميل جدا، هو عباره عن ناس، اقناع، برزنتيشن، كوميونيكيشن مع ناس، ريبورتنج، تاخد معلومات تنقلها للناس بطريقه كويسه، فاسيليتيتنج، منتورشيب، كوتشنج، الحاجات دي كلها. فالحاجات دي كانت في شخصيتي الحمد لله، واحب اتعلم واروح واجي. بصراحه يعني انا قضيت وقت كتير جدا 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 في محاضرات، وما زلت هو لسه النهارده جاي كنت بحضر حاجات بصراحه، يعني بتعلم وبستزيد واخد نوتس كويسه. فالكلام ده كله اهلني ان ابقى لا مدرب شاطر الحمد لله. انا اصلا كنت عايز اسالك انت كنت جاي تعمل ايه في اسكندريه؟ انا كنت جاي احضر كورس كده يعني مع شخص محترم جدا في مجال التسويق ويعني والسيلز ان جنرال. وخلصنا كورس كان يوم طويل جدا، وعندنا برضه يوم تاني حتى باين علينا يعني، بس لا باين. لا خالص، بس أنا الحمد لله يعني كويس. بس فانت اول ما اشتغلت ابتديت ان انت تشتغل في مجال التدريب، بالظبط. حسيت ان انت محتاج تفتح انجلش كابسولز امتى؟ بعد حوالي 5 سنين في التدريب وعملت اسم كويس جدا زي اي حد. وبعد 2011 كده الهاسل كلتشر بتاعتنا، كل عاوز يبقى انتربرنور، كل عاوز يبقى CEO، ونجيب بين باجز ونقعد عليها ونتكلم ونروح الجري كامبس. ورحت احنا الجري عاملين كامبس، كده قعدت دلوقتي. رحت الجري كامبس مع اصحابي وقعدنا. كانت ثوره جميله جدا، كله كان عاوز فهمني يبقى هو CEO مجنح يعني، وفاندز، وكان في فاند ساعتها كبير جدا عمال ينزل، وده 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 وده. طبعا 90% من الناس بتفشل في الاول يعني. طب انا بقت كابسولز امتى؟ انا لما حسيت خلاص ان انا لازم افتح شركتي واجرب نفسي از CEO، بعد ما لقيت في قبول ولقيت في نيد ولقيت ان هقدم حاجه مفيده، مش ما يلا يا عم نتفق معاك كسيو. لا، اللي حصل ان انا كنت اوريدي شغال في مجال، والحمد لله كنت عامل فيه اسم كمان كويس، وكنت شاطر جدا فيه وعامل اسمي فيه كويس. واحتكيت اداريا تاني، احتكيت اداريا باللي انا كنت بعمله، يعني كنت مدرب شاطر بس كنت بدير بقى كمان. فاول ما دخلت في حته الاداره دي لقيت نفسي كويس. طب ما يجي مني، طب ما نجرب، بناء عن شطاره وعن علم وعن تجربه. بالفعل الحمد لله. وكنت انا ساعتها اصلا يعني بشتغل يعني في حاجات كتير جدا واتطوع في حاجات كتير قوي. فكنت عامل ارضيه شعبيه كويسه قوي، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي هكلمك فيها. لازم المنتج اللي هتبيعه او الخدمه اللي هتعملها يكون لها الناس بتوعها، وتكون انت جربتها معاهم وجربت نفسك فيها، علشان ما تحبطش فتقع من اول. الفشل جزء من التجربه زي ما طول بيقولوا للناس كلها، بس ان انت تاخد بالاسباب وتجرب الامور دي بطريقه تخليك اقل فشلا واكثر نجاحا، ده اللي احنا محتاجينه. فاللي حصل الحمد لله، كنت بلف مصر كلها اتكلم عن الانجليزي والمنح والتدريب والكلام ده كله. فاول ما قلت يا كورسات، اللي حصل
100 واحد جاي، 100 واحد. عشان انت اللي بتبيع، انت عامل اسم. عملت اسم فيه وجربت وبياع، فاهمني؟ مش ممكن الناس كانت بتيجي على اسمي في الشغل اللي قبل كده وبعمل شغل كويس جدا وبدير وبنظم واتفحت ورحت وجيت ومش هقول لك حاجات كتير جدا. فلما بدات الحمد لله كان في جمهور. فلازم يكون عندك جمهور قبليه، يكون عندك خبره قبليه قبل ما تبدا بيزنس. عشان بس ناس كتير جدا لما تتفرج على حلقات وتتكلم، طب انا اتشجعت انا عاوز افتح بيزنس، انت عندك يا ابن الحلال خبره في الموضوع ده؟ لا بس انا عاوز يعني يمكن تيجي حزلقوم ستايل. 2، هل المنتج او الخدمه اللي تعملهم دولت هيحل مشكله معينه موجوده في السوق، او مشكله مش لاقي لها حل فانت اللي هتجيب الحل ليها؟ فالموضوع ده مهم جدا جدا تعرفه علشان تبدا ما تلاقيش نفسك فاضي واخد صيغه ماما ولا خالته وبعتها عشان تبقى انتربرنور، ولا فرحان بنفسك ولا الخمسه سته اللي حواليك اللي بيدعموك. ودي حاجه كويسه جدا، الدعم المادي والدعم المعنوي مهمين، بس لازم يكون في اصلا فاليو مقدمه، قيمه هتقدمها للعميل ده. اذروايز انت بتبيع الهوا، بتبيع الفنكوش، بتبيع فشل بعد 10 15 شهر 15 يوم، الله اعلم هتقف امتى. وده اللي بيحصل مع ناس كتير جدا، 90% من الناس بتقف اول سنه. دي دراسه معقوله يعني. هي 90% دول انت من وجهة نظرك هم بيفشلوا ليه؟ اسباب كتير. واحد، الفكره مقلده ومش جديده، فبالتالي اللي معاه فلوس يسوق هو اللي هينجح وانت مش هتعرف تجيبها. او الفكره بتاعتك حتى لو هي كويسه بس ما عرفش يسوق لها كويس فضعف التسويق ليها. او ما عرفش تعمل بيزنس موديل كويس، يعني حتى سوقت وكل حاجه تمام بتبيع بس ما بتكسبش في الاخر، فانت مش عارف تظبط الدنيا داخليا كمصاريف واداريات والحاجات دي كلها. او التيم بتاعك مش قادر على حمل المسؤوليه وانت مش قادر على اداره ناس. انت شاطر وسابع برمبه وكويس جدا، بس يجي تدير ناس بقى ستريس عليك. فايه اللي حصل؟ ما حصل عليك ستريس، باي باي تعيش انت والدنيا كلها وقعت عليك. او ضعف تمويل، في اوقات انت محتاج سبحان الله انجكت تحقن البيزنس بتاعك بفلوس عشان تعرف يكمل ويعيش. او ومن اهم الحاجات اللي بتفشل اي بيزنس انه يعملوا او الفكره دي او الفاليو دي يعملها في وقت ما يكونش فيها احتياج كبير. يعني احنا بدأنا موضوع الكورسات كنا من اول 2010 وبعد 2010 و11 و12 والثوره والناس وكده، فالناس كان عندها امل فحيت ويلا نغير ويلا نعمل وهكسر الدنيا وهروح العالم والف الدنيا واحنا. فانا عاوز اطور من نفسي، طب هعمل ايه؟ اتعلم انجليزي، اروح اتعلم انجليزي، تعالى يلا هنعمل لك كورسات. فكل الناس كانت عاوزه تتعلم، فده في وقت المنافسه كانت قليله جدا وكان في طلب عالي جدا 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 في السوق. فمن اهم الحاجات اللي ممكن تفشل اي بيزنس ان الفكره الحلوه اللي طلعت بيها دي ما يكونش ده وقتها. وفي قصه على طول بيقولها في كل حته. في 2004 كان في بيزنس موديل لشركه انها تعمل الموقع ده يكون عليه فيديوهات الناس تتفرج عليها اونلاين. فكان معاهم فند وبيزنس بلان وتيم جامد جدا ويعني خطه رائعه وكل حاجه والفكره جميله. ولكن الباندوث اللي هو يعني ايه البفر او اللودنج بتاع الفيديوز كان بطيء جدا 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 ساعتها. فهل في حد عاقل يخش يتفرج على فيديو دقيقه يقعد ربع ساعه يحمل؟ لا طبعا. اقعد ربع ساعه عشان فيديو يحمل دقيقه اتفرج عليه وخلص الموضوع؟ لا. ف 2005 يعتبر نفس الفريق بنفس الفكره بالبيزنس موديل بالفند، بس ايه بعد ما حصل ابجريدز وكده في 4G و5G والكلام ده كله والباندوث كبر وعملوا شركه حطوا عليها فيديوهات ويب سايت يعني ونتفرج عليها اونلاين. الشركه اسمها ايه؟ يوتيوب. عارفها؟ اسمع عنها. طب ايه اللي خلى يوتيوب تنجح هنا ويوتيوب القديمه او الشركه اللي كانت تعمل زي يوتيوب فشلت؟ الوقت اللي كان فيه. فانت فكرتك بتكون جميله جدا جدا مش وقتها. يا اول ديتد قديمه لا خلاص انتهى الموضوع ده، احنا هنعمل بقى كريب تاني ونخش نعمل سنترال كل نعمل سنترالات. ولا الفكره دي مش هقول لك سابقه عصرها بس مش وقتها او السوق مش هيستحملها دلوقتي. فانت حاول تاني تعمل فاليديشن، تعمل حاجه اسمها MVP مينيمال فايبل برودكت. لازم يعني لما جيت اعمل حتى الEMC انا قعدت سنه يا مؤمن، سنه اعمل 5 باتشز
اجرب فيهم نفسي ان انا بعرف ادرب اداره وليدرشيب ولا لا. وانت ازاي انت جامد، انت بتعرف تتكلم وبتروح وبتيجي وتعرف اي حد قدامك تقنعه؟ لك لا، لازم اعمل MVP عشان اشوف نفسي هعرف اتكلم لفتره كبيره في الموضوع وهقنع وهطلع حد عنده بجد تغيير في المايند سيت ولا لا. مش كده؟ الحمد لله بدات الباتش 15 والهاوس 16 ان شاء الله هتبدا الحمد لله ان شاء الله. نفس الموضوع برضو سر. انا النهارده اهو السبت، لسه كنت امبارح في العين السخنه واحنا في اسكندريه ودلوقتي حاليا بعمل تريننج للريتريت للشركه في الريتريت بتاعها اللي احنا بنعمله. فبيعته بي تو بي، قلت لحد لا ليه؟ بفاليديت باخد فيدباك. والاسبوع اللي قبليه كنت في نادي كبير بعمل برضو نفس النظام، برضو استراتيجي ترانسفورميشن ليدرشيب بروجرام ليهم لل 19 مدير عندهم في النادي الكبير ده. ليه؟ عشان ابدا اجرب نفسي، اشوف نفسي بقى كوربريت ترينر هقدر ولا لا. ما اعلنش، ما افضحش نفسي. انا ممكن يعني معلش ربنا استرها معايا المره دي، اروح المره الجايه اقوم بفتح القميص الاقي الناس كلها يعني حرفيا مين ده ولم اوفق في الموضوع. كان الموضوع حاجه حاجه. عملت MVP. بعدين اللي يحصل ابدا اروح بقى اعلن شويه بشويه، ابدا ماركت بشويه بشويه لحد طبعا الحاجات دي جت عن طريق معارف، الناس وثقت فيك، عرفت تبيع لهم فكرتي، اقنعتهم بيا. يعني مثلا انا فاكر من حوالي 10 11 سنه رحت شركه كبيره قلت لهم انا انجلش كابسولز وجاي اشتغل معاكم، وقطاع في الاتش ار هناك كمان. فقالوا لي فين البروبوزل، العرض الفني، العرض المالي، فين ورق الشركه، فين حتى الماتيريال، ايه اللي هنعمله؟ انت جاي لي واحد كده من الشارع تقول لي انا عاوز اشتغل معاكم، شركه كبيره كبيره مش هزار، اكبر شركات في مصر. ف طب اعمل ايه؟ برضه الحمد لله بيع علاقات واقناع وبيع. في حد في اتش ار برضه في شركه كبيره، اتش ار مانجر في شركه كبيره، امن باللي بعمله، فخدني احتواني، درست، عملت سابقه اعمال. اتش ار شركه تانية عارف انا بشتغل في دي، فقال لي في نت عندنا يلا بينا اشتغل. بعد شركتين رحت رايح عملت شركتي، خلصت ورقي مظبط الدنيا كلها، رحت شركه كبيره رفضتني، عملت ايه؟ خدت الديل معاهم وعملنا شغل كويس جدا جدا، ودخلنا وزارات بعد كده ودخلنا هيئات وبقت الناس تكلمنا والحاجات دي كلها. فانا بكلمك فيه لازم تعمل اول حاجه MVP عشان ما تفشلش. هيجي لك رفض ده طبيعي، بس حاول فاهمني اللي هو ايه، تجرب مره اتنين. يعني مثلا البودكاست ده دي الحلقه الكام مثلا؟ دي الحلقه الاولى في الموسم الثاني. حلو، عملت موسم كامل. هل مستواك في الموسم الاولاني هو الموسم الثاني؟ اكيد لا طبعا. استحاله. ليه؟ خلاص اتدربت، قعدت، نوع الاسئله اتغير، عمق الاسئله اتغير، تظبيط حتى الاضاءه والدنيا والقطعات والكلام معاك اتغير. فانت عملت ايه؟ وقبل ما تعمل الموسم الاول اصلا كنت بتعمل ايه؟ وانت ماشي في الشارع مع اصحابك يلا نصور نعمل الكلام ده كله. اكيد ما اعرفش، بس ممكن يكون انت عملت الكلام ده صح ولا لا؟ فانت جربت، لما تجرب تعرف، فلما تعرف تبدا تطور باكثر. يعني انت لما بدات انجلش كابسولز ما كانش لسه عندك اي خبره اداريه؟ لا، كان عندي من الخبره الاداريه اللي خليني ابدا اكمل دي بقى، ده قصه تانية. يعني انت كنت خدت الخبره الاداريه دي فين اصلا؟ في المكان كنت شغال فيه قبليها. اوكي. ما تروحش، ما كنتش اشتغلت ولا مره في حاجه وعندك فكره وشاطر وكويس، بس ما اشتغلتش في حته وتقول يلا انا هعمل ايه؟ بيزنس. انت درت ناس؟ لا. فعندك 3 حلول. تجرب وتحط رجلك في الميه وتشوف هتعرف تعوم ولا لا. ادي واحد. يا تروح تتعلم العوم، تروح تتعلم بيزنس. يا 3 تاخد حد معاك هو بتاع عوم وانت ايه شاطر، تبيع حلبسه، تبيع ايس كريم، مش تفرق، اللي هو تشارك حد عنده خبره اداريه كويسه. انت ايه اللي خلاك تنقل البيزنس، او مش تنقل البيزنس، يعني ايه اللي خلاك تتجه لجزء EMC بدل انجلش كابسولز؟ زي ما قلت لك في الاول، انا اصلا الراجل بتاع تدريب، اضرب اي حاجه. عندي ملكه الحمد لله الاقناع والبرزنتيشن والببليك سبيكينج. كنت قاعد مع اتش ار فقال لي عاوز تبقى كوربريت ترينر ناجح؟ ابدا باللغه، اسهل حاجه. انت بتعرف انجليزي ولسه جاي من امريكا ولابس شورت وتيشيرت وشعرك طويل، فخش يلا اقنع العيال بيك واتكلم واتدرب فيهم. لقيت نفسي كويس، دخلت في الموضوع حبه 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 حبه، لقيت نفسي كويس جدا. بنعمل شركه بالموضوع والناس حبت الستايل بتاعي وجيت بفكره جديده. يعني برضو الكورسات التقليديه يا مؤمن مش الحاجه السكسي اللي الناس تيجي لها مره واحده. هعمل كورسات خلصوا؟ لا، احنا عملنا كوميونتي. تعالوا نعمل اوتنج، تعالوا نعمل كامب، تعالوا نعمل رحله، تعالوا احنا هنعمل اكتيفيتيز جوه الكلاس ونعمل برزنتيشن وكوميونيكيشن وبتاع ورول بلايز والعاب وفن. دي حاجه جديده حلوه. فالحمد لله الساتسفاكشن ريت كان عالي، الريتنشن ريت كان عالي جدا.
اللايف تايم فاليو كان عالي جدا. كل الحاجات دي ادت ان اللي حصل الكلاس بقى 2 ب4 وبعد 6 كنا بننمو بطريقه كبيره قوي. يعني بعد سنه فتحنا فرع تاني، بعد سنتين فرع التالت، فاللي هو كنا بننمو ما شاء الله بطريقه كده. ومن اول راوند جالنا 100 بعد كده زادوا وزي ما هو اللي جه حبنا وسمع غيرنا عننا فبالتالي جهم. فبالتالي كنت بدرس لوحدي انا وشريكي، بقى انا وهو ودخلنا حد تالت حد رابع حد خامس، فالتيم كبر، عملنا تيمز، فقعدنا نشتغل على الورد اوف ماوث كتير سنين ولا نصرفش ولا حتى جنيه على التسويق. ليه؟ كنا عاملين برودكت هايل، ماركتنج هايل في وقته حرفيا يعني، وسمعه كويسه جدا. فايه اللي حصل هنا؟ خلاص مش لازم تصرف جنيه على التسويق. لسه النهارده بتعلم ومتاكد لي حاجه جديده، ان انت الناس ساعات بتعمل ايه؟ تفتح بيزنس تروح جايبه اللي زيك بقى بتاع الماركتنج تبهدله معاه، يلا اعمل لي بقى مش عارف ايه. فالراجل يا عيني يجي يبدا يكتشف البراند ويروح جاي صارف اعلانات عامل براندنج، صح ولا لا؟ ونعمل الحاجات دي كلها، ده غلط. المفروض الاول انت بتقدم فاليو ايه. التسويق النهارده لسه بتعلمها، التسويق بيبدا قبل المنتج وبيكمل بعد كده. يعني بيبدا قبل المنتج، يعني قبل ما تعمل منتج اصلا كانت خدمه او منتج تبيعه، اعمل ريسيرش الاول انا هبيع ايه، واسال العميل. انسى بقول لك يا مؤمن، احنا عملنا كورس في الاداره والقياده، تحب يكون كام يوم، يكون عامل ازاي، ستايل عامل ازاي، تحب تسمع ايه بالظبط، تطلع بايه بالظبط. اهو كل الانبوتس دي، فايه اللي يحصل؟ اكون بيها البروجرام. مش هروح اعمل بروجرام اقول لك يلا يا مؤمن تعالى احضر معانا تاخد كذا كذا كذا. الناس حابه او بتحب او يعني ايه، واحد مثلا يقول لك انا هعمل مطعم ليه؟ عشان انا بحب الطبخ والكوكينج والحاجات دي كلها. فيعمل سندوتش افتكاسه فاكر الناس كلها تحبه. في ناس بتنجح معاه بس مش كله كده. انت انزل الشارع واعمل يا باشا يعني انترفيو مع الناس، اعرف هم عاوزين ايه، احجام قد ايه، ملح قد ايه، شطه قد ايه، سوى قد ايه، واعمل لهم اللي هو عاوزينه وابدا اعلن عنه. فبالتالي انت عارف او انت عملت حاجه بناء على العميل عاوز ايه، زي كان الناس عاوزاه. عاوز تخرج يعني مثلا بعد الكورونا على طول هنا في انفراجه كبيره جدا في الكورسات. ليه؟ الناس عاوز تخرج، فاشتغلنا اوف لاين اكتر وفتحنا فرع مش عارف في اكتوبر وعملنا اوتنجز وتريبس وكامس وحاجات كده كتير جدا ونجحت جدا. ليه؟ كان في نيد ساعتها، كان في احتياج ساعتها. اوكي، انا حاسك ان انت اصلا بتبيع بالبيرسونال براندنج بتاعك، فهل دي مشكله معاك ان انت لما بتيجي تعمل سكيل للبيزنس بتاعك بتلاقي ان انت مضطر تكون جوه، ولا دي حاجه عاديه بالنسبه لك؟ بص، البيرسونال براندنج بيفيد في الاول، لكن هو الوقود في الاول اللي بيولع النار بتاعتك. بس لو استمر كده على طول فانت اول ما بتطلع اللي بيحصل النار دي بتروح. فانت لو كملت بالبيرسونال براندنج فهي خلاص بقت النار اللي شغال بيها مش هقدر. واصحابنا كتير جدا محترمين ما ينفعش اقول اسامي طبعا يعني، بس حرفيا هو المكان بتاعهم بيكمل عشان هم ايه، موجودين في المجال. هم اتشالوا ما ينفعش. انا بقى 3 4 5 سنين بحاول افصل ايه البراند بتاعي عن الكيان ده. كيان بذاته ماليش دعوه بيه، شغال، اجيب له الناس اللي تشغله بالطريقه الصح. ده تشالنج انا عمال بصراحه اروح واجي فيه كتير جدا. ده انت بتطبقه في انجلش كابسولز صح؟ انجلش كابسولز والاي ام سي واي حاجه اخشها دلوقتي حاليا. ليه؟ الصحه ما بقتش زي الاول، الوقت ما بقتش زي الاول، الافكار ما بقتش زي الاول، السوق ما بقاش زي الاول. لو ما جبتلهوش ناس ما ينفعش اذروايز، والا الكيان هيموت بموتك او هيزول بزوالك او هيمرض بمرضك، which is غلط. لازم يكون في كيان مستقل. في الاول يعني سبحان الله، الموضوع زي الخلفه كده. في الاول الام والاب مرتبطين جدا بالبيبي، هما بيربوه بياكلوه بيشربوه بيغيروا له كل حاجه ده، وبيدوا له الادويه والامصال والتطعيمات والكلام ده كله. بس لازم يعلموه ازاي يعتمد على نفسه. بعد 2 3 ابدا اخش الحمام لوحدي مش هزار، هيبدا نجرب مش عارف ايه، بعد كده اوديه المدرسه، بعد كده نبدا ان ايه نسيبه في اول الشارع وهو يكمل هنا، بعد كده نشوفه ونراقبه من بعيد، بعد كده خلاص طمنا هيروح لوحده. ففي البيزنس زي ابنك لازم تكبره وتربيه وتخليه يعتمد على نفسه، اذروايز يبقى بنغه كده ويسموه يعني لسه برياله زي ما بيقولوا، which is غلط. ولو حصل حاجه لا قدر الله ليك هو مات. يعني سبحان الله حتى في الحيوانات
هتلاقي النمر والدب والاسد ومش عارف ايه والطيور والحاجات دي كلها بيحتضنوا البيبي ده او الجرو ده او الوات ايفر الحيوان الصغير ده، ويبداوا يدوا له مهارات الحياه والبقاء، السرفايفل يعني فين اكتيفيتيز، ازاي يصطاد هنا، ازاي يعيش هنا، ازاي يروح الحاجات دي كلها. بقى كده اللي يحصل باي باي، روح اعمل عيلتك الخاصه واكتشف حياتك، بس بعد ما كنت ايه. عشان كده تلاقي في حيوانات صغيره بتكمل، في حاجات صغيره بتتاكل خلاص. وفعلا البيئه بتفرق. يعني انت ممكن تاخد شبل صغير لسه مولود تربيه في البيت عندك، تاكله وتشربه بقى زيه زي الكلب. في غريزه يعني برضو، يعني عارف كده لو بقول لك ايه، كان في صقر قاعد مع فراخ كتير فبقى فرخه تانية، بس لما حد قال له انت صقر قوم يا انت صقر اسمع الكلام طير، راح طاير وبتاعه بقى صقر. بس في ناس كتير جدا بتبقى كده للاسف. هو اتربى مع فراخ بقى فرخه، الفرخه مش وحشه بس هو اصلا صقر. فبرضو البيئه اللي حواليك هي تساعدك يا تدمرك. في جواهر، ناس كتير جدا جواهر ما حدش عارف يعني حرفيا اكتشفهم بيعملوا نجاح رهيب. فالبيئه بتساعدك قوي انت تعمل الموضوع ده، والصحبه اللي حواليك القريبه منك بتدعمك قوي في الموضوع ده، وبتجرب وكلها حظ ونصيب. حتى لو فشلت فانت جربت، بس عملت بالاسباب وخدت بالاسباب. بس انت لما بدات انجلش كابسولز واي ام سي انت مريت بمشاكل كتير، عايز جداً. اعرف ايه اكبر مشكله واجهتك وانت مش هتنساها؟ لا مشاكل كتيره جدا، مشاكل قانونيه. يعني برضو احنا كلنا مصر احسن بلد تبدا فيها بيزنس، ان هي ايه، يلا مايكين واضاءتين وكاميرتين وعملنا بودكاست. طب مش في تصريح، مش في مش عارف ايه، مش في حاجات كتير جدا المفروض تتعمل لو احنا عملنا الكلام ده كله بره مثلا. لا عادي خالص، احنا مصر هات اي دكان يلا حط اليافطه، اعمل مانيكان، حط مش عارف ايه، يلا بينا يا جماعه يلا. بره لا في تصريحات. بس مصر من اصعب البلاد اللي تعرف تكمل فيها البيزنس. ليه؟ انت مش عارف قوانين الاحياء، فبالتالي بتوع الحياه هيجي يبهدلوك. مش مصر وحشه عشان ما تعرفش القانون، ما تعرفش الضرايب، ايه الشرائح بتاع الضرايب والاقرارات الضريبيه ومش عارف ايه والكلام ده كله، الاوراق اللي المفروض تكون معاك وتراخيصك والحاجات دي كلها. فانت مش عارف الحاجات دي كلها، فاللي بيحصل بتتلط فيهم وتقول البلد ومش البلد، انت مش عارف القانون. لو رحت بلد تانية تعرف القانون بعد كده تبدا. يعني انت حصل معاك مشكله قانونيه؟ مشاكل رهيبه. ما انا تاني انا تربيه ايه، بيزنس من والكلام ده كله. لا وفتحت البيزنس كان عندي بعض من المهارات الكويسه وبعض من الخبره الكويسه، بس مش عندي كل الفيزيبيليتي ستادي والاوراق والترخيص والحاجات دي كلها. كله بيجي بالصدفه او كله بيجي يعني بوقت في وقته من الاخر. يعني في مصر احسن بلد تبدا فيها بيزنس. ليه؟ الحته بتاعت الستارت دي هي بدأ فيها حوكمه شويه برضه على فكره. يعني الاول كان سجلوا تجاره بضائع ضريبيه بيطلعوا في 3 4 ايام، دلوقتي لا بيقعدوا في استعلامات امنيه والكلام ده كله، ما بقاش الموضوع يطلع زي الاول يعني. بس انت تكمل فيها بقى ده صعب. ليه؟ ادي قانوني، ادي احياء ومش عارف ايه والكلام ده كله. حتى اداريا الاداره فن وعلم لازم تتعلمه. حتى لو انت على غفور البرعي فانت في وقت تيجي مش كله غفور البرعي ومش كله بينجح. وحد يقول لي يا عم تعليم ايه يا عم، مارك زوكربيرج ما اتعلمش طالع المدرسه، ولا ده مش عارف ايه ساب هارفارد وساب مش عارف ايه. كم واحد ساب هارفارد وساب فيز اسمه ده جامعته ونجح؟ كتير بيفشلوا. هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه اللي بيضربوا معاه. فمشاكل بقى مع الناس، ومشاكل في التسويق، ومشاكل في البيع، ومشاكل في الاداره، ومشاكل حتى في المجال بتاعي. بس تاني كان عندي 3 حلول. واحد، يا اما ما اعملش حاجه واستنى لغايه ما اتعلم. 2، اشارك حد بتاع اداره وما لقيتهوش ساعتها. 3، اشمر وانزل واللي يجي وربنا ييسر. ف ف فدي هلكه كبيره جدا الواحد يعني عايش حياته كلها فيها. والمشكله بقى ان احنا برضه الجيل بتاعنا كمؤمن، يعني الاجيال قبل كده كان بيتعب في الاول، بعد كده اللي بيحصل استريح. لكن انت ايه، سعر الصرف بيتغير، الفايده بتطلع وبتنزل، اوبا في حروب، اوبا في وباء، اوبا في مش عارف ايه، اوبا فانت كل سنه يا رب اكمل السنه دي على خير. يعني اخر 25 اهو، ادي 26 مش عارفين نعمل في حياتنا. هل ده معناه احنا فشل؟ خالص. هل معناه احنا مثبطين العزيمه؟ لا. هل احنا متشائمين؟ لا. بس احنا في عصر اسمه عصر الفوكا، VUCA، فوكا فولاتيليتي
مش عارف اللي بيحصل، الدنيا بتتغير بسرعه. هتعرف تقول لي السنه الجايه سعر الرز هيبقى عامل كام؟ خالص. بكام الرز النهارده؟ يعني مش هقول لك زي توفيق وكشف بكام كيلو البطه مش عارف لحد كده، لا اديني اي سعر النهارده اي حاجه. مش عارف، بس انت اكيد بتبقى متوقع مثلا ان هو حتى لو هيزيد برنج قد ايه؟ هل انت متوقع انه هيزيد برنج معين؟ ما تعرفش. المفروض بتبقى حاطط مثلا ارقام ان هو تقريبيه، اللي هو مثلا والله هيبقى انت عندك كام سنه؟ من رينج 9 ل عندك كام 12. سنه؟ عندي 25. حلو. مريت بكام تعويم لغايه دلوقتي؟ 1 2 3. 3 اه. حلو. هل شايف ان ممكن تعويم الفتره الجايه؟ اه. حلو. طب عارف الدولار هيبقى عند كام غير التكهنات بتاعتنا؟ الله اعلم، بس ممكن يكون الضعف، ممكن السعر يبقى الضعف. ممكن. ما عندكش اي اجابه، فدي فولاتيليتي. فوكا يو انسرتينتي، عدم التيقن من اي شيء. محدش يعرف احنا بعد القعده دي هنكمل في ايه، ولا البيزنس بتاعي هيكمل، ولا الاي اي هيجي يشيلك ويشيلني، ولا الدنيا ايه اللي يحصل فيها. سي كومبلكسيتي، الدنيا بقت معقده قوي، حاجات كتير جدا طلعت. اي اي داخل في الطريق، قوانين وتشريعات، مش عارف حوار دي كده. فوكا الاي امبيجوتي، في غموض رهيب في كل حاجه في السوق. فده اسمه الفوكا وورد على العالم كله، مش على مصر ولا على يعني على اسكندريه والقاهره بس، مش غمامه هي واقفه علينا فوق بس، لا على العالم كله. فده عصر الفوكا. فانت بتحاول تسعى، والحديث الكريم بتاع اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرزها. انت عليك السعي بس، تعمل بلان 26 كانك يعني خلاص تبقى مليونير، وتنهي يومك وشهرك كان ده اخر شهر ليك، مش تفرق خالص، وتقول الحمد لله على كل حال. هو يعني برضو انت لازم بتبقى عامل استراتيجي، وبتبقى حاطط احتمالات كتير وسيميوليشنز على اساس انت هتتحرك ازاي الفتره اللي جايه، السنين اللي جايه، الشهور بالظبط. اللي جايه، بكره هتعمل ايه. بالظبط. لو حصل اي حاجه عكس ده، انت ممكن تكون حاطط بلان بي، بس برضو انت بتبقى ماشي في اتجاهك الصحيح. صح. فده برضو ما بيتعارضش مع فكره ان انت حاطط خطه او عامل استراتيجي. تاني، اذا قامت الساعه خلاص يوم القيامه قام، وانت في ايدك زرعه، هتسيبها وتجري؟ لا اغرزها. انت عارف الدنيا سواد ومرار طافح، هنقعد في البيت ونولول ولا نقعد في الجبل ما نعملش حاجه خالص؟ لا، هنعمل ايه؟ هنكمل شغل وننزل. لو ما تقفل في وشنا، بس قفل في وشنا واحنا شغالين مش واحنا قاعدين. طيب شايف من خبرتك في التعامل مع السي اي اوز الكتير اللي انت دربتهم، شايف ايه اكبر مشاكل اللي بتبقى عند السي اي او؟ عدم الوضوح. ازاي؟ دماغه جوه فيها كلاب سعرانه، مش عارف يهديها، ومش عارف يعرف الناس هو عاوز ايه. برضو ازاي؟ تاني، احنا عاوزين نروح ونيجي وكسر الدنيا ونعمل. اديني كلمات محدده اعرف افهمك انت عاوز تروح فين. قول لي احنا عاوزين بحلول 1/1/2027 هنكون وصلنا لجروث كذا، ونبدا نشوف احنا نقدر على الجروث ده او النمو ده ولا لا، وهنعمل مبيعات كذا، وهنعمل مثلا بروفيت مارجن كذا، وهنحقق 1 2 3 عشان احنا محتاجينه، بيزد على اناليسيز، مش مجرد بس ايه انا فاهمني دوبامين عالي وسي او وافكار جديده جدا عاوز يكسر الدنيا. عدم الوضوح، مش عارف فاهم الناس اللي حواليه. فده تبقى عندك وضوح، اقعد اكتب حاجه اسمها برين دامبنج. برين دامبنج ان انت ورقه وقلم وتبدا تسجل كل حاجه انت محتاجها وتربط الكلام ده كله ببعض، وهو في علم. قال لك الاستراتيجي انت تعمل اناليسيس في الاول، اي حاجه محتاجه اناليسيس في الاول، اناليسيس بعد كده تعمل بلان او اوبجكتيفز او جولز كبيره، تحط استراتيجي اشتغل عليها وابدا اجربها امبلمنت وابدا اكسكيوت وابدا اخد ايه ايفالويشن في الاخر خالص او كنترولينج في الاخر خالص. ده بلان بايب لاين اهو. لكن انا جاي حاطط خطه على تكهنات، لا اعمل بيست اناليسيس، تحليل البوليتيكال ايكونوميكال سوشيال تكنولوجيكال انفيرمنتال ليجال، الحاجات دي كلها. اعمل البورتال 5 فورسز، كل الحاجات دي اللي بقولها ابحثوا عنها وابدا اتعلم. مش كده الناس تاخد ام بي اي وتروح تاخد كورسات الحاجات دي كلها عشان ايه اللي يحصل؟ ياخدوا كل التولز دي العلميه. هو انت برنس وانت فاهم وعارف السوق كويس جدا، بس في حاجات جل ما لا يسوى. ليه ما تاخدش بالاسباب؟ ممكن حاجه صغيره توديك في حته خالص. بس انت بتقول كلمات ان السي اي او المفروض ما يبقاش ان بيزنس، يبقى اون بيزنس معظم الوقت طبعا اون بزنس. طيب يعني ممكن تشرح لنا ده اكتر؟ معظم الوقت الشخص المسؤول عن التيم اللي هو حضرتك او اللي عامل الفكره بتاعت البيزنس دي بتلاقيه منخرط داخليا جوه الشركه ومشغول بامور كتير جدا، وده سلم ده وده التاسك بتاع ده واعمل اكسل شيت هنا وتابع الحاجات دي كلها. الحاجات دي مهمه جدا، بس الصح ان انت تديليجيت
ناس معاك عشان واحد انت ما تستهلكش، 2 انت قوتك مع اللي بره. انت رئيس دولة، تعمل علاقات خارجية، تفتح شغل، تفتح يعني تعاونات، تعمل استراتيجيات، تحاول تشوف هتعمل ايه. من جوه قاعد ما بتطلعش بره بلدك، وقاعد عمال تلف هنا وتيجي هنا كتير على الفاضي، وما بتطلعش بره خالص، هيحصل لك عزلة. وايه اللي هيحصل؟ كلنا محتاجين بعض، فمحتاجين نصدر دي ونستورد دي. مين اللي عمل الكلام ده؟ مفيش، خلاص غير خدها. طب وانت خلاص كده مفيش الكلام ده، بقت كوريا الشماليه في نفسك، محدش عاوز يقعد معاك ولا انت عاوز تقعد مع حد، ومكافئ وعامل اكتفاء ذاتي في حاجات معينه، ومفيش اي حاجه. وده كان بيحصل في مصر فتره كبيره جدا، لغايه ما اللي حصل بيحصل انفتاح. الانفتاح معناه ان بقى في علاقات، معناه ان الناس بتوع الخارجيه شافوا شغلهم، نستورد دي من هنا ونصدر دي هنا ونجيب فلوس من هنا ونعمل تعاونات هنا واقتصاديات متحده هنا. فده اللي بيحصل، خلاك جلوبال سيتيزن، كلنا محتاجين بعض. دلوقتي ما تعرفش تعيش من غير الناس اللي حواليك. الاخر ده ايا كان ديانته، ايا كان توجهه، ايا كان اي حاجه. فانت لو تقوقعت على نفسك مش تنجح. فانت السي او عشان نجيب البوينت محتاج تركز بره اكتر وجوه اقل، بس تسيب الناس الصح في المكان الصح بالتاسك الصح بالتولز الصح بالمتابعه الصح. صح، الله ينور عليك يا عبد الله. صح الصح صح الراجل الصح. بيقول كلام صح الصح. طيب يعني انت لو هتدي نصيحه للسي اي اوز ممكن تقول لهم ايه؟ اتعلم، العالم حلو جدا 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 ليك. من اهم مهاراتك اصلا انت شخص بتجيب حاجات كتير وتطبقها في الشغل بتاعك، فحاول تتعلم، ادي 1. 2 اعرف اكتر عن نفسك، ايموشنال انتليجنس وحاجات كتير لا قبل، عشان ما تحرقش نفسك، عشان ما تظلمش نفسك، عشان تاخد الموضوع بالراحه كده وتفهم الناس اكتر، والناس يفهموك اكتر. لما تفهم نفسك تعرف تفهم الناس نفسك وتعرف تفهمهم، فالموضوع بقى عادي خالص. لكن هنحرق ناس بيجي لها السكر والقلب والضغط بسبب ايه؟ بسبب ان هو كل ده حطه عليه. فايه اللي حصل؟ دمر نفسه عشان مش فاهم نفسه، فتعامل مع نفسه بطريقه وحشه، فظلم لغيره وظلم نفسه. يعني كلام كبير جدا يا عبد الله خالص ولا حاجه. انت نورتني النهارده في بيزنس بالبلدي ان بودكاست. شاء الله البودكاست بقى في الموسم الثالث تبقى معاك ان شاء الله كده، توبيك جديد كده واحنا فايقين مع بعض ان شاء الله يا صديقي، ان شاء الله. نورتني، شكرا ليك يا عبد الله. شكرا.